الباب مفتوح. دخلت، شافت وصرخت. محمد لسه في البيت، هجم عليها، بس هي صرخت بصوت عالي والجيران سمعوه. محمد هرب، وهي بقت الشاهد الوحيد على اللي حصل. ليلة 29 ديسمبر 2024 في كفر الأعصر، قرية هادية في الشرقية. راحت تجيب حاجة من الجيران وسابت عيلتها نايمة. لما رجعت بابها كان مفتوح. دخلت ولقت اللي ما تتخيلوش. قبل ما احكيلك ايه اللي حصل لازم تفهم حاجة مهمة. الجاني ما كانش غريب، ما كانش حرامي، ما كانش حد من الشارع. كان أخو الضحية، أخوه الكبير اللي مشي في جنازة أبوهم جنبه، واللي أكل معاه على نفس السفرة. محمد وبلال اتولدوا في نفس البيت وكبروا على نفس التراب. محمد الأكبر 48 سنة، مدرب قيادة سيارات، راجل عنده شغلانة وعنده دخل. وبلال الأصغر 45 سنة، متجوز وعنده أطفال. عبد الرحمن 4 سنين، وحور بنت 6 سنين. عيشتهم بسيطة بس عيشتهم هادية. وابوهم راجل عند الله، مات وسابهم أرض، مش أرض كبيرة بس أرض زراعية في كفر الأعصر. وهنا بدأت الحكاية. في مصر الميراث مشكلة ما بتخلصش وما بتتحلش. بلال كان بيشتغل الأرض، بيزرعها، بيتعب فيها. ومحمد كان بيشوف إن نصيبه مش بيوصله. الخلافات بدأت هادية في الأول، بعدين بقت أعلى، ودخلت فيها ستات ودخل فيها أهل، والموضوع راح للنيابة مرة ورجع. محمد كان بيحس إنه محروم وإن حقه اتاكل، وده الحقد لما بيتراكم بيبقى سلاح. محمد ما كانش زعلان بس، كان بيخطط. عرف إن مرات بلال بتروح سوق القرية في وقت معين، وإن بلال وعياله بيكونوا نايمين. وقرر، لبس هدوم دكنة وتلسم ومشي. الساعة كانت متأخرة والقرية ساكتة. محمد وقف قدام بيت أخوه وبص حواليه، مفيش حد. دخل، بلال كان نايم. محمد دخل على أخوه، وقبل ما يصحى أطبق على رقبته بإيديه الاتنين. بلال حاول بس كان على حين غرة، ومحمد فضل ضاغط لحد ما بلال سكت للأبد. بعدين محمد مشي للأوضة التانية. هنا لازم أقف، لأن اللي حصل جوه الأوضة التانية صعب الكلام فيه. عبد الرحمن طفل عمره 4 سنين، نايم حالم، مش عارف إيه اللي بيحصل. وحور بنت عمرها 6 سنين، 6 سنين بس. وعمهم دخل عليهم وعمل فيهم نفس اللي عملوا في أبوهم. 3 ناس في بيت واحد في ليلة واحدة بسبب أرض. مرات بلال رجعت، البيت ساكت، الباب مفتوح. دخلت، شافت وصرخت. محمد لسه في البيت، هجم عليها، بس هي صرخت بصوت عالي والجيران سمعوه. محمد هرب، وهي بقت الشاهد الوحيد على اللي حصل. الشرطة جت في الصورة والمباحث اشتغلت. الصورة كانت واضحة، مفيش كسر في باب، مفيش علامات سرقة. حد عارف البيت، حد عارف وقت غياب مرات بلال، حد عارف الطريق. التحريات وصلت على طول لمحمد. لما اتمسك اعترف، قال إن الميراث كان السبب وإنه ملاقيش حل تاني. النيابة وصفته بالذئب البشري. في 29 يونيو 2025 محكمة جنايات الزقازيق نطقت بالحكم.
إعدام شنقا. محمد استأنف، والمحكمة الاستئنافية في فبراير 2026 برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم أيدت الحكم بالإجماع. إعدام. المئات من أهل القرية شيعوا بلال وعبد الرحمن وحور، 3 نعوش في يوم واحد، والناس كانت بتعيط وبتقول لا إله إلا الله. ومحمد كان في الحبس بينتظر. بلال مات، وعبد الرحمن مات، وحور ماتت. بسبب إيه؟ بسبب أرض ما هتجيب لهم دقيقة من عمرهم تاني. والأرض لسه موجودة وهتفضل موجودة بعد ما الكل يروح. في مصر لما الناس بتتكلم عن الميراث قولوا إنه بيرحم، لأن التاريخ مليان ناس مرحموش. لو القصة دي أثرت فيك اشترك وفعل الجرس، وقولي في الكومنتس إيه رأيك في الحكم، كان كافي ولا مش كافي؟ عندنا قضايا تانية أصعب وأبشع من دي.